كده خلصت يا حبايبي الطبق الجميل الشهي. قدمته مع بطاطس محمرة مكعبات. على فكرة يا جماعة برضو البطاطس المحمرة اللي احنا لما نيجي نحمرها بننقعها في شوية خل وشوية ملح، ما بتشربش زيت خالص وبتنشف معانا بسرعة وبتستوي معانا بتتحمر يعني. وهي دي طبق الكلاوي الجميل يجنن. ما خدش مني ثواني، وجبة سريعة وجبة مغذية. والجو حر بقى يا جماعة، عايزين اي سندوتشات كده، اي حاجة ناكلها كده. وهو ده طبق النهارده، اليوم النهارده ان شاء الله زي ما حبيت ان انا اوريكم كل حاجه جديده عندي. فهو ده طبق الكلاوي الجميل اللي يجنن. اتفضلوا معايا ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي. ودايما اشوفكم على خير. باي باي. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه، عاملين ايه؟ كله تمام. النهارده بقى يا جماعه انا هعمل الكلاوي. انا قبل كده عملت لكم كبده الفراخ وكبده الاسكندراني. ودي هنعمل بقى كبده دي الكلاوي. ماشي يا حبايبي، هخش على المقادير على طول. انا معايا نص كيلو من الكلاوي يا جماعه. جايباها الكلاوي طبعا احنا عارفين زي الكبده من النوع برضو اللي هي ما ينفعش اللي احنا نغسلها خالص. ماشي يا جماعه. ومعايا هنا 5 بصلات صغيرين قطعتهم جنوين كده ورشيت عليهم ملح وفلفل وشويه سكر ودعكتهم كويس جدا وسبتهم. ومعانا بقى قرنين فلفل، 3 قرنين فلفل كوبي، ما عنديش الوان ما فيش مشكله. و2 سبايسي وليمون طبعا. عندي ليمونه تانية هجيب له واحده تانية. ومعايا معلقه توم معلقه توم. ماشي. ومعايا هنا 3 طماطمات برضو انا شايله القلب بتاعها علشان ما يبقاش فيها ميه. انا عايزه اعملها الكلاوي زي الشاورما. وحاجه جميله، حاجه ما فيهاش زفاره. هنعملها ازاي؟ هنخش على المقادير على طول ويلا بينا نطبقهم مع بعض. ويلا بينا. انا حطيت بقى معلقتين زيت حلوين كده يا جماعه كبار. واول حاجه هنعملها هنبدا بالبصل. ماشي. انا عايزه البصل برضو يتكرمل معايا، وعايزه يبقى مستوي. وبعد كده هنشيله او هنخليه على جنب، وهننزل بالكلاوي وهنديها صدمه. حاجات جميله جدا. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل كل حاجه في بيتنا بطريقتنا البسيطه الجميله اللي احنا نعلم عيالنا برضو ان هم ياكلوا كل حاجه. كلاوي كمان برضو مفيده لو هي برضو من عند جزار كويس. هي برضو مليانه حديد وحاجات كويسه. وجو حر بقى وعايزين اكل سريع مع بطاطس محمره مع شويه رز. يعني اي حاجه في البيت زي ما احنا متفقين يا حبايبي ان اي حاجه بتبقى كويسه وجميله ونضيفه في البيت. ماشي يا حبايبي. بص البصل كده يا حبايبي كرمل شويه اهو. انا عايزاه كده، عايزاه يدبل معايا ويبقى طعمه حلو، ينزل بقى في الزيت وكده. وبعد كده انا هشيله خالص من الطاسه وهروح من الصينيه وهروح حاطه الكلاوي اديها صدمه كويسه جدا. وبعد كده ننزل بقى المكونات التانيه. كده بقى حبايبي انا شلت الايه عشان انا ما اوسخش كذا الصينيه وكده. فاحنا شلنا الكلاوي، قصدي شلنا البصل. واروح حاطه كده، انا عايزه الصدمه دي ننزل حبه حبه بحيث ان هي تاكل المكونات بتاعتها وما تنزليش ميه. يا جماعه انا غسلت الكلاوي حطيت عليها شويه خل بس كده، غسلتهم مع عليهم شويه خل، معلقتين خل كده بغسل الكلاوي بس بيها بحيث ان هي اي زفاره او اي حاجه بالخل بصراحه جميل جدا. ماشي. مع الصدمه دي بقى بتدي ريحه جميله جدا مع صوص البصل. مهم جدا ان احنا نشوحها كده بحيث ان هي تاكل المسامات كلها حبايبي، ونخليها تنزل الميه بتاعتها. وبعد كده نحط الحاجات الجميله بقى نعملها زي الشاورما بتاعت الفراخ بتاعت اللحمه. حاجه برضو جميله وجديده وحاجه مغذيه لاولادنا زي ما احنا متفقين مع بعض اللي احنا كل حاجه بوريها لكم كده. انا قناتي زي ما قلت تعليم لاي بنوته جميله كده عايزه تخش تتعلم. الاكل سهل جدا وما بياخدش ثواني. هنسيبها بقى تشرب الميه بتاعتها وخليكم معايا. الميه بتاعتها جميله جدا كده بحيث ان احنا يعني عايزينها تنزلها وتشربها. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا الجميله اللي هو عندي كزبره، عندي كمون، عندي 7 بهارات، فلفل اسود، كبه صيني يا جماعه، ونص معلقه ملح. الملح طبعا عشان احنا نظبط ملحنا عشان انا حاطه في البصل وكنت حاطه نص معلقه ملح ونص معلقه السكر. السكر يا حبايبي ان هو بيكرمل البصل على طول وبيديله طعم حلو جدا مع الملح مع الفلفل الاسود كده بيدي طعم جميل جدا. فاحنا بصوا بننشف هنخليها تنشف خالص الكلاوي مع البهارات بتاعتنا.
واخليها تشرب الميه بتاعتها. وبعد كده هننزل تدريجيا بقى بالبصل وبالفلفل والطماطم. انا حطيت 3 طماطمات شايله القلب بتاعهم عشان انا مش عايزه برضو ايه فيها ميه كتير، انا عايزاها الصوص كده يبقى جميل وحلو. طيب انا خليت الميه تنشف خالص، وبعد كده حطيت معلقه الثوم والفلفل الحراق ده. الفلفل الحراق ده بيدي طعم حلو قوي لما نسويه كده مع الزيت حلو كده ويحمر. بيدي احنا عايزينها سبايسي شويه. اللي مش حابب سبايسي ما فيش مشكله يحط الفلفل العادي، بس هو الفلفل ده بصراحه بيديها طعم حلو جدا وبيشيل البهارات. وبعد كده عملت بقى معاها بطاطس محمره اهي، وهتبقى وجبه سريعه. اللي عايز ياكلها بالعيش، عايز ياكلها بال بالرز، مفيش مشكله. ماشي يا حبايبي. خلاص كده الفلفل خلاص. هننزل بقى ايه بالطماطم. انا عايزه الطماطم دي تدبل شويه يا جماعه، انا شايله القلب بتاعها. ماشي، انا عايزاها برضه تحمر كده معاها والوان تبقى جميله وبتدي برضه قيمه غذائيه كويسه. بس الطماطم كده لما بنشيل القلب انا مش عايزه بقى فيها ميه تاني ولا حاجه، بحيث ان هي طماطم تدبل معانا. هننزل بقى بالفلفل. الفلفل برضو عايزاه قوامه، والبصل في الاخر، وهتبقى كلاوي في منتهى الجمال. ثانيه واحده يا جماعه. خلاص هي كده دخلت في السوا، خلاص استوت. هننزل بقى بالايه، ننزل بالبصل عشان يشرب برضو من ميه الكلاوي. وما فيهاش ميه، الصوص بتاعها والبهارات الجميله دي كلها تشرب من بعض. البصل برضو فكره جديده وبيديها طعم حلو قوي، وانا جربتها فعجبتني، فقلت لازم برضو اوريها لكم كده على السريع. وبنزل برضو بالفلفل. الفلفل برضو مش عايزاه يدبل، عايزاه يا دوبك بس ايه يشرب برضو بالميه بتاعه الكلاوي كده الصوص بتاعها. وهغطيها شويه، ولو في شويه كزبره بقى، قصدي شويه بقدونس، انا عندي شويه بقدونس قلت هحطهم عليهم برضو بيديها تيست حلو قوي في الاخر كده اهو. عايزين كده بس بقدونس جميل. وحتى لو عندي كيس بقدونس مفيش مشكله، عندي كزبره برضو، الكزبره الخضراء بتدي طعم حلو قوي يا جماعه. ماشي حبايبي، نغطي عليها شويه وثانيه.